قولا واحدا، مانشستر سيتي بطل البريمير ليج الموسم الحالي. واسمع من اخوك وما ترجعش وراه. ولو كنت متابعني وشفت الفيديوهات اللي فاتت كنت هتعرف ان انا قايل لك ان بنسبه كبيره مانشستر سيتي هياخد الدوري ده. ارسنال اخر دوري خده كان 2004 اللي هو دوري اللا هزيمه، مظبوط؟ يعني من 22 سنه بالظبط. من 22 سنه الماتش ده بتاع امبارح قدام مانشستر سيتي يعتبر هو اهم ماتش في اخر 22 سنه في تاريخ ارسنال، لان كان ده اهم ماتش يقربهم ان هم ياخدوا الدوري. ليه؟ الوقت الفرق 6 نقط، مظبوط؟ وخلاص ده اكتر نقطه قرب فيها جوارديولا ومانشستر سيتي من ارسنال. لو كان ارسنال كسب كان الفرق هيبقى 9 نقط، صح كده؟ ولسه في مباراه مؤجله مانشستر سيتي قدام كريستال بالاس، ممكن يكسبها ممكن ما يكسبهاش، خليها على جنب دلوقتي. فكان خلاص هيبقى ارسنال حط يعني زي ما بيقولوا رجل كده او ايد على الدوري، وكان هيبقى جوارديولا زي ما تقول ايه كده اللي هو خلاص فقد الامل، لان هو كان كل شويه يقرب ويجي بعد كده يفقد نقاط فيخرج، فيبعد، يقرب يجي بعد كده يفقد نقاط فيبعد. فدي كانت اخر نقطه ممكن جوارديولا يقرب فيها من الدوري. لو كانت بعدت كان خلاص يفقد الامل، لو مش كل شويه يقرب وابعد كل شويه يقرب وابعد كان خلاص. وكانت المعنويات بقى زي دلوقتي كده، معنويات مانشستر سيتي في السماء، خلاص الدوري في ايديهم، الدوري في ايديهم، يكسبوا كل الماتشات ياخدوا الدوري. على الناحيه الثانيه العكس تماما، المعنويات في الارض بتاعت ارسنال، المعنويات في الارض، لان هم عادتهم كالعاده يجوا في الاخر يفضلوا مستمرين متصدرين ويبداوا الدوري باقوى سكواد، اكبر فتره واقوى لعب ويتصدروا فتره طويله جدا، ويجوا في الاخر ما تفهمش ايه اللي بيحصل لهم. فطبعا ادي ولسه وانت كنت لسه خسران منهم في نهائي الكاس، كاس الرابطه، فكان دي فرصتك ان انت ترد، تمام؟ خصوصا يعني ان انت برضو ربنا كرمك في اول الماتش بعد الهدف الخيالي بتاع ريان شاركي، هدف التحفه، جدا روما عمل لك خطا يعني ولا في الاحلام ورجعك المباراه تاني. ولكن مانشستر سيتي كان افضل، كان اقوى، استحواذ وضغط عالي. ارسنال كان بيعاني اصلا من ان هو يطلع بالكره، ما كانش عارف يطلع بالكره بشكل سهل. الجون الثاني بتاع مانشستر سيتي جون يعني روما بايده بيوصل لحد نص الملعب بمنتهى السهوله بدون اي ضغط. لازم ندي حق جوارديولا ان هو الراجل بالموسم